فطايرنا النهارده بشويه دقيق وميه بس، والله بشويه دقيق وميه. تجنن، سهله بسيطه جدا جدا. هقولك ازاي تعمليها وازاي كمان تسويها وتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. سهله وبسيطه جدا، تنفع فطار وعشاء وكمان معانا في اللانش بوكس. يلا بينا اعملي لايك للفيديو وانزلي صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض. اول حاجه هتجيبي البوله بتاعتك، هتنزلي فيها بكوبايه ميه دافيه. هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهنزل كمان عليهم بمعلقتين كبار من السكر، وربع كوبايه من الزيت. مهم الزيت كده يبقى نوع حلو وريحته كويسه. وعندي بيضه، بما اني عاوز الصفار ادهن بيه وش الفطاير بتاعتي، فانا هاخد الصفار كده في جنب، وهاخد البياض اضيفه معايا في العجينه بيخليها هشه وطريه جدا، ورشه فانيليا، وعليهم كمان معلقه كبيره من الخل بتخلي العجينه معايا تجنن. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض حلوه قوي، ويكون عندي 4 كوبايات من الدقيق بكون نخلاهم كده حلو. وبعد كده هنزل بيهم مره واحده. الدقيق عندي ال4 كوبايات ما يعادل نص كيلو. ببدا اعجن في العجينه بتاعتي، بتلاقيها ملزقه في ايديكي شويه. اضيف دقيق؟ لا، ما تضيفيش دقيق، كملي عجنك عادي خالص. هتبدا تلم معاكي طول ما انت بتعجني وهي بتلم معاكي. العجينه بتاعتنا النهارده بتاخد شويه عجن، يعني لو عندك عجان حطيها فيه وجمدي قلبك بقى وسيبيها شويه. طيب ما عندكيش عجان، هتعملي زي ما انا بعمل كده، هتبداي تاخديها على الرخام عندك واشتغلي فيها مش اقل من 7 8 دقائق 10 دقائق عجن، لغايه ما تبقى معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتجيبي البوله بتاعتك تدينيها مسحه زيت وتنزلي فيها بالعجينه بتاعتك وتغطيها بكيس تلاجة وسيبيها تختمر. بعد بقى ما اختمرت معايا قعدت حوالي نص ساعه كده، بعد كده هاخدها وهبدا ان انا اقطعها قطع متساويه، يعني تبقى تقريبا كده كلها قد بعضها. لان انا الفطاير بتاعتي النهارده كل قطعتين هيعملوا فطيره واحده. هقولك ازاي شكلتها وازاي عملتها كمان. لو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، علشان انتوا تاخدوا الاجر وانا اخده معاكم. وزي ما احنا متعودين طول ما احنا شغالين ذكر ربنا في بقنا، الاستغفار، نصلي على النبي، الحاجات دي كلها حلوه قوي قوي قوي، يعني مش قادره اوصف لكم. ما تحاولوا تواظبوا على الحاجات دي، تحسي كده بارتياح نفسي وتحسي كده يعني ان الدنيا الحمد لله ماشيه كويسه. ربنا يصلح الحال الجميع يا رب ان شاء الله. بعد كده هجيب كورتين ببدا افردهم عندي بالشكل ده، وبحاول انهم يبقوا متساويين في الفرد. هجيب بقى سكينه او قطعه البيتزا وهبدا اعمل فيها فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط قطعه العجين اللي انا فردتها التانية دي، هحط دي على دي، وبحاول اسويهم الاتنين على بعض. اي حشوه بقى عندك مش هتقولك لا. عايزه تحشي جبنه ماشي، تحشي شوكولاته نوتيلا مفيش مشكله، تحطي بقى مربى، تحطي لحمه مفرومه، تحطي فراخ، اللي نفسك فيه في الحشوات دي او في الفطاير دي هتقدري تستخدميها. بقفلها حلوه قوي، مهم جدا عندي التقفيل، اقفل حلوه قوي. هبدا اعمل تاني معاك واحده تانية اهي، بفرد اتنين جنب بعض وابدا بالسكينه او بالقطاعه بتاعتك تعملي فيها فتحات. الفتحات مش ماشيه للاخر، يا دوبك في نص القطعه بس. هنزل عليها كمان بقطعه من الجبنه بتاعتي. الفطير دي بتبقى حلوه قوي مع الجبنه الفيتا ومع الجبنه القديمه كمان، بقى طعمها تحفه. بقت عندي بالشكل ده كده. بكمل معاكم، انا بحاول اعمل واحده واثنين وثلاثه. انا فردت عندكم على فكره حاجتين طريقتين، واحده اخدتها طوليه القطع طوليه، وواحده عملتها القطع عرضيه. اللي بالعرض طلع ليها شكل واللي بالطول طلع ليها شكل، فانا هوريكم الاثنين دلوقتي وانا رسمهم في الصينيه. بعد كده هتقفلي عليها حلوة قوي. وبعد كده بقت الفطاير بتاعتنا سهلة بسيطة وجاهزة وموجودة عندنا وتقدري تعمليها في اي وقت. في المرحلة دي بكون دهنة الصاج بتاعي زيت. هبدأ ارص الفطاير بتاعتي بالشكل ده كده، بسيبها معايا تختمر. بجيب بقى صفار البيضة وهبدأ اديله رشة فانيليا ومعلقتين مية او لبن، وهبدأ ادهن وش الفطاير بتاعتي بالشكل ده. اخدتوا طبعا بالكم اللي بالطول اهي واللي بالعرض اهي، ده شكل وده شكل، وعلى فكرة الاتنين طالعين شكلهم تحفة بعد التسوية كمان. بعد كده طبعا بسيبها ترتاح عندي شويه مش اقل من ربع ساعه. بسخن الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، يعني 200 او 220. تمام. بعد كده ادخلها الفرن. اول ما تاخد لون من تحت بفتح عليها شويه من فوق. طب لو الشوايه ومن تحت الاتنين بيفتحوا سوا مع بعض، بفتح الشوايه بس بخليها هاديه وبفتح من تحت. بالظبط 10 دقايق معايا بتطلع الفطاير بتاعتي تجنن. بجيب بقى فوطه مطبخ ببلها ميه كده واحط عليها كمان كيس بلاستيك واغطي الفطاير بتاعتي 5 دقايق مش اكتر من كده. وبعد كده بتطلع عندي الفطاير طبعا مش قادره اوصف لكم حلاوتها، هشه جدا جدا جدا، ريحتها وطعمها في حته تانية خالص. تقدري وهي بقى دافيه كده تجيبي اكياس تلاجة وترصي فيها وتقفلي حلو وتدخلي الفريزر وتطلعي للولاد بس ياخدوها معاهم وهم ماشيين. شايفين هشه وعامله ازاي؟ تجنن. يعني مفيش في طراوه العجينه دي وحلاوه العجينه دي، هشه جدا جدا. طعم الحشو فيها حلو قوي. تقدري كمان تضيفي فلفل زيتون للجبنه بيخلي طعمها في حته تانية. شايفين الحلاوه؟
وصفاتنا النهارده او وصفتنا النهارده سهله وبسيطه جدا، بشويه ميه وشويه دقيق عملنا شويه فطاير مش قادره اوصف لك حلاوتها. طبعا شايفين لون العجينه من جوه، شايفين الحشو فيها عامل ازاي. يا رب تجربوا وصفتنا النهارده، هتعجبكم جدا جدا باذن الله. مستنيه رايكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد.